كيف عاد؟ ايش اللي هذا نزلوا هنا؟ هذا عناصر المفروض ما هو ليش كبيره يا سيدي لو كلهم هنا ليش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدين حركه سفينه الحريه على قناتي اليوتيوب والفيسبوك، في خلال تجولنا في ميدان الجزائر سابقا اللي هو مسمى حاليا ميدان ليبيا تقريبا او ميدان قطر، تعددت المسميات لكن المكان واحد. وجدنا اعتصام، هذا الاعتصام سيتحدثنا باحد المعتصمين هنا ونتعرف على الاستاذ الكريم. الاسم الكريم خوي احمد المختار، طبعا احد موظفين قناه ليبيا سابقا، وحاليا من شباب الثوره اللي ان شاء الله طامحين نحافظوا على دم الشهداء اللي طلعوا في يوم باش نوصلوا احنا نكونوا احرار ونوصلوا نتكلموا بطلاقه بحريه ونطالبوا بحقنا. اليوم كان مطلبنا هو الاساسي ارجاع المال العام والحفاظ عليه وعدم التسلط على دماء الشهداء، وان اي شخص يولي يملك مؤسسه خاصه ينقص في مبنى عام ويقول هذا كله من اجل الشعب. اخوي احمد شنو صار بالضبط؟ احكي لنا شنو صار بالضبط باختصار. باختصار في قناه اسمها مثلا احد المؤسسات الاعلاميه وبالاحر كل المؤسسات الاعلاميه تم السيطره عليها والقفز بها من قناه ليبيا سابقا، مقر طريق الشطلي وقناه القنفود سابقا برضه، حتى في مؤسسه ناقزه فيه الشبابيه. فالقنوات هذه كلها اصبح كل واحد عنده مؤسسه اعلاميه او تلفزيون خاص ينقز يستفيد من الارشيف اللي شاري على ماشي بفلوس الدوله وبفلوس الشعب، من المعدات والامكانيات والسيارات برضه، من كل شيء يعني، ومن حتى الموظفين. هذا كله تحت مسمى ثوره 17 فبراير. فيه المكتب التنفيذي صادر منشورين 1 و2 بعدم التعدي على المؤسسات والممتلكات العامه وعدم الاستفاد منهم الا بقرار رسمي من المكتب التنفيذي. يعني المكتب التنفيذي لما يعطيك رساله رسميه ليك انك انت تستغل المكان هذا فهذا قانوني، لان هم اكيد عندهم حسابات اخرى ايجار او اي شيء، لكن المكتب التنفيذي حاليا مانع اي جهه ان هي تستغل المقر هي. المكتب التنفيذي اصدر قرار اخر رقم 44 اللي هذا يقول ان تم تاسيس شبكه راديو تلفزيون ليبيا. شبكه راديو تلفزيون ليبيا هذه تكون المفروض تحت منها جميع المؤسسات الاعلاميه التابعه للدوله، اللي تابعه للدوله مش الخاصه. المؤسسات هي لازم اعاده تسييرها وتشغيلها وتفعيلها من جديد تحت مسمى القنوات الوطنيه اللي هي من الشعب للشعب، يعني ما فيش لا تخدم اهداف ولا مصالح ولا طوائف ولا احزاب، هذه من الشعب للشعب، يعني ما تتكلم على كل المواضيع بدون استثناء، لان هي من الشعب، لان تمويلها من الدوله من الحكومه الليبيه، يعني ما تتباعش لفئه او حزب او حتى المكتب التنفيذي، لا تتبع للدوله مباشره. هذه يصدر فيها قرار من المكتب التنفيذي. هل رفض اللي صار اليوم جبنا القرارات وتكلمنا مع المسؤولين، قلنا لهم هذا قرارات المكتب التنفيذي، هذا القرار 44 بانكم تسلموا المقر هذه للدوله. فاكتشفنا بصدنا وبعدم مقابلتنا وتم طردنا من المقر، لان احنا موظفين قناه ليبيا سابقا مثلا كمؤسسه، احد المؤسسات تم طردنا. مؤسسه او مشيتوا للمؤسسه انتم؟ احنا مشينا المؤسسه واعتصمنا من يومين فاتوا قدام المؤسسه واعتصمنا حتى قدام المكتب التنفيذي. بعد منها اكتشفنا تم طردنا المؤسسه تم طردنا لان احنا قالوا يعني خونونا سبونا، بدوا يسموا فينا كشنيات لا مش متسلقين، يا ريت طابور خامس واشياء مثل هالقبيل، نفس اسلوب اللي كانوا يسبوا فيه لجان ثوريه انك انت تسبق لها شتيمه بس خلاص تلصق فيه. لكن الحمد لله يعني احنا محسوبين على ثوره 17 فبراير باذن الله من المدير، لان كل الشباب اللي معانا اللي تو معتصمين معانا هم كانوا في المعتقل، في منهم اللي كان حامل كاميرا في يوم من الايام اصبح اليوم اثناء الثوره حامل سلاح ويدافع في الجبهات، يعني ما عندهمش ما يخونوا فينا ولا يحسبنا على اي طابور من الطوابير، لان طابورنا هو الطابور الاول من اجل ليبيا. فزي ما قلنا ان ما فيش حد يقدر يساوم على وحدتنا الوطنيه وعلى ليبيا. لعبونا ايضا على ان احنا قناه شرقيه وقناه غربيه، واحنا اثبتنا لهم ان المتظاهرين شباب الثوره جايين من مدينه البيضاء ومن بنغازي ومن كل مناطق ليبيا وموجودين هنا، وهم صوتهم من صوتنا لسبب واحد بس، لان هم مطلوبهم من الاول والاخير ارجاع المال العام للشعب. يعني انت مش من حق اي مؤسسه ان هي تاخذ المال العام. قناه ليبيا الحره قالت ان هي قناه السيد الشيخ
الشهيد محمد نبوس. الشهيد محمد نبوس نسأل الله أن يكتبه شهيد، لو يسألوه لو كان حي أنا نأكد لك أنه مستحيل يرضى أنه هو يقذف في المال العام. فعيب أن احنا نشوهوا دماء الشهداء متاعنا، لأن هم شهداء أطهر وأشرف من هذا بكثير. فمن الأول ومن الأخير نعاودوا كلامنا أن احنا اختصامنا حيكون هنا لين المكتب التنفيذي والمجلس محلي طرابلس يردوا المال العام ويردوا المؤسسات الدولة للشعب ويعاودوا يسيروها بموظفينها، لا للإقصاء مرة أخرى، لا للقوائم اللي أمام الباب اللي ممنوعين من الدخول، لا ولا ولا لكل إنسان يحاول يقمع أي صوت ولأي إنسان يبي يتعدى على القانون. نعم لسيادة القانون، حاليا خلينا نحط كلنا تحت سيادة القانون، بما أن في قرار وفي قانون صادر فنعم للقرار ونعم لسيادة القانون. تمام، لين يتشكلنا دستور وبعدين كل واحد يعرف وين حدوده وشن مطالبه. تمام. فنسأل الله من جميع اخوتنا اللي تفرجوا على الفيديو وتتابعونا عن طريق هذا موقعكم وقناتكم ان ينضموا لصوتنا، لو كانوا مؤمنين بقضيتهم ينضموا لينا، لان احنا ما ندافعوش على نفسنا، ما ندافعوش على اسم قناه ليبيا ابدا، ما فيش حد يشكككم، لان احنا كاسم ما يهمناش اسم قناه ليبيا، هو اسم ليبيا في الاول والاخير، لكن ما يهمناش كتسميه، لان في يوم من الايام جرح كل الليبيين، جرحنا نفسنا احنا، شوهنا احنا المذيعين اللي كنا نضاف وكنا موصلين صوره باسم جميل وكنا نبحثوا على حريه ليبيا، هم اشخاص معينه طلعوا على هواء شوهونا. فلكن احنا ما نطالبوش باسم قناه، احنا نطالبوا بمال عام، بان منبر يرجع للحياه، وبعدين الشعب الليبي هو اللي يختار الاسماء الجديده وفي سيادات تختار الاسماء. لكن مطلبنا الاول والاخير نعاودها ان ما في حد يتسلق على دماء الشهداء وينقص في مباني حكومه ورزق شعب باسم الثوره وثوار 17 فبراير. شكرا جزيلا.